18 من ديسمبر 2024. السيد طارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسيدة يانرا جيبار مديرة البنك الألماني للتنمية KfW في المغرب على اتفاقية تمويل مقدم من التعاون الألماني عبر البنك الألماني للتنمية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو. تتعلق هذه الاتفاقية بتمويل برنامج للتزويد بالماء الصالح للشرب متكيف مع المناخ، يهدف إلى تأمين وتقوية التزويد بالماء الشروب في عدد من المناطق: غفساي، الحاجب، عين الكدح، بودربالة، سوق الغور ومهاية، بالإضافة إلى تحسين أداء أنظمة التزويد بالماء الصالح للشرب في عدة جهات من المملكة. ويندرج هذا الدعم المالي في إطار شراكة مثمرة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتعاون الألماني في قطاع الماء الشروب، والتي يعود تاريخها إلى بداية الثمانينات، مع إدماج عنصر التكيف مع المناخ في مجال إنتاج الماء الصالح للشرب.